تعرفينا وتعرفي مشاهدي قناة النعيم، حب أهل البيت عندك عرفتيه ازاي؟ هو أنا قبل ما أتكلم عن حب آل البيت أتكلم عن مذهب آل البيت. أنا كنت قارئة جيدة جدا، والمذهب السني كنت شايفة أنه فيه كتير ظلم للمرأة، ظلم لحقوق المرأة، المرأة في الزواج، المرأة في الطلاق. كنت شايفة الإسلام كان مقدم ليا بشكل كان بيخليني أفكر كذا مرة إزاي ده الدين الخاتم. عرفت إنه في مذهب خامس غير المذاهب الأربعة اللي احنا المفروض إن السنة بيقوموا عليه. ابتديت أقرأ فيه، لقيت فيه حقوق المرأة في الطلاق غير المقدم خالص في الإسلام. فقلت لو هو ده الإسلام يبقى ده الإسلام الحق، وما ضده هو الجاهلية. يعني المرأة في الجاهلية متاع للرجل، ليس لها أي حقوق. وقت ما يكون يعني طلبات الرجل عنده هي الأهم، الست ملهاش أي حقوق غير إنها ترضي زوجها. في مذهب أهل البيت لا، مذهب أهل البيت الست ليها كافة الحقوق. في الطلاق لا يصح طلاق المرأة إلا بعد موافقتها، وفي شروط كتيرة جدا للطلاق. ما ينفعش أي واحد يقول لمراته أنت طالق بقت طالق. لقيت إن الدين الحق أو الدين الخاتم اللي مفروض يقول ده، لكن اللي أنا كنت عارفاه عن الإسلام إنه بيقول إنه جاهلية، المرأة ملهاش أي حقوق في أي حاجة. ميراث المرأة، الميراث المقدم في مذهب آل البيت هو الحق. ميراث المرأة اللي بيقدموه أهل السنة هو الجاهلية بعينها. وأنا بعتذر لأي حد ممكن ينجرح من الكلام ده، بس فعلا الجاهلية بعينها إن أنا أنظر للمرأة هذه النظرة. لكن لو شفنا مذهب آل البيت مش هنقول بقى أن المرأة تطالب مساواتها بالرجل، لأن هي مساوية ليه فعلا. فلقيت إنه هنا ابتدى بصيص النور. ما كانش هنا في مصر كتب شيعة كتير أو كتب عن الإمام جعفر الصادق كتير. نزلت مكتبة الحسين، قلت له أنا عايزة كتب للإمام جعفر الصادق، فقال لي بتاع المكتبة لا دي كتب شيعة. فقلت له الإمام جعفر الصادق ده يعني ده حفيد الحسين، يعني أنت في الحسين؟ قال لي لا ما بتتباعش هنا. أنا يعني عندي شركة إدارة فنادق، وكان بينزل لي ضيوف، فكان بالمصادفة كان عندي فريق كرة طايرة من العراق، وكان فيهم إخوة شيعة. فسألتهم إن أنا عايزة كتب عشان أقرأ في المذهب وأفهم. فقال لي جاب لي كتاب اسمه ثم اهتديت للشيخ أحمد التجاني، وجاب لي مجموعة كتب في الفقه بقى، يعني إن أنا أفهم الميراث، حقوق المرأة، حقوق الرجل، أداب الإسلام، كيفية يعني الشكل اللي مفروض إيه هو الإسلام. فلما طلبت منه الكتب دي هو ما تأخرش، كلم صديق لي كان جاي وجاب لي الكتب، وابتديت أقرأ في الكتب، وابتديت ألاقي إن الإسلام اللي أنا كنت بدور عليه هو مذهب آل البيت. مع الاعتذار لأي حد ممكن ينجرح أو يزعل من اللي بيتفرج على البرنامج وممكن يكون بيتبع المذهب السني، أنا بعتذر جدا طبعا لأن أنا بحترم عقيدة الآخر. بس أنا لولا مذهب آل البيت ما كنتش هكمل في الإسلام، ما كنتش هكمل في الإسلام، لأن الإسلام المقدم عن طريق المذهب المخالف لآل البيت إسلام يعني تكفيري عنيف، بيكره الآخر، ما بيحترمش الآخر، بيكفر كل حد إلا هو. كنت بحس إن إحنا عاملين زي اليهود بالظبط، إحنا شعب الله، الإسلام الأموي. بحس إن إحنا عاملين زي اليهود، نحن شعب الله المختار، ما يخالفنا في النار. يعني لولا مذهب آل البيت أكيد أنا ما كنتش هقتنع إن دين الإسلام هو دين سماوي أو الدين الخاتم أو دي بداية اتجاهي المذهب آل البيت. أستاذة خيرية، ازاي عرفتي مذهب أهل البيت؟ يعني أول لما فكرتي وقعدتي مع نفسك كده قبل ما موضوع الفريق الطايرة العراقي، عرفتي ازاي؟ عن طريق التلفزيون، قراءة،
قرايه؟ عرفينا كده. هو عن طريق القرايه، يعني انا كنت دايما احب اقرا، واي حاجه لازم اقعد ادور فيها واقرا فيها. ابتديت كنت طبعا بقعد على النت على جوجل ابتدي اطلع، بس المعلومات اللي على الكمبيوتر مش هي اللي بتوصل للواحد هو عايز ايه او بيدور عليه. الكتب كانت مهمه جدا، ودي طبعا ساعدني فيها اخوه من العراق، لكن ما قبل هذا كان اجتهاد. يعني بدور بكتب السؤال واقول طبقا لمذهب آل البيت عشان اشوف المذهب ده بيقول ايه، لانه كانوا دايما المذهب ده مخفي، مع ان المذهب ده بيدرس في الازهر، بس يعني ما فيش حاجه معلنه اسمها في مذهب خامس اسمه مذهب الامام الجعفري، وانه المذهب ده مذهب معترف بيه وموجود في مصر. في خوف وفي تعتيم كبير جدا على مذهب آل البيت. انا بتمنى من كل محبي آل البيت ان هم يناقشوا القضيه دي في الازهر. ليه هذا المذهب معتم عليه؟ احنا في 4 مذاهب المسلمين كلهم مؤمنين بيهم، طب ايه المشكله لما يبقى في خامس؟ يعني ما انت مؤمن بالتعدد، ما هو الخامس ده الحق، ما هو انت مؤمن بالتعدد، ما هو حتى لو هنفترض انه انت مقتنع ان ال4 دول الحق وده باطل، طب ليه الازهر بيقروا؟ طب وطالما الازهر اقروا، طب ما هو انت امنت بالتعدد ان في 4، ما تخليهم 5 ولا هم 4 بس ومفيش 5؟ وخلينا كمان، كان في سؤال دايما بيراودني ان المذهب السني قائم على 4 أئمة. طيب ما قبل ال4 أئمة دول ان المسلمين كان بيتبعوا مين؟ اذا كان المذهب السني قائم على ال4 دول، طيب قبل ابو حنيفة وقبل الامام الشافعي وقبل مالك وقبل احمد بن حنبل المسلمين كانت بتتبع ايه؟ يعني اذا كان هو ده المذهب السني بدايته من كده، مش بدايته من الرسول، لان الائمه لو انا امنت بحاجه، لو انا خدت فقهي من حد تاني غير الائمه دول مش هبقى سنيه. طيب الرسول، الناس بعد الرسول كانت بتاخد من مين؟ طيب يعني كل الناس ما قبل الائمه دي كانت بتاخد من، طب ما هو ده مذهب آل البيت. طب ليه احنا بنقول انه مذهب آل البيت دول ما كانش فيه ائمه رسول شيعه، ما كانش فيه ائمه رسول حتى سنه، ما كانش فيه اي حاجه؟ ما هو المذهب السني ده قائم على 4 أئمة، وال4 أئمة دول ظهروا بعد وفاه الرسول بكتير جدا. طب ما قبل ال4 أئمة كانوا، هو دول لما ما ظهروش كنا هناخد مذهب من آل البيت. بس هي يعني انا لما قريت التاريخ الاسلامي، السياسه لعبت دور كبير جدا في اخفاء، يعني من قديم الازل من بعد وفاه سيدنا محمد الى وقتنا هذا السياسه بتلعب دور كبير جدا في اخفاء ومحاربه مذهب آل البيت. وكأن سيدنا محمد بعد افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم خاسرين، وده اللي حصل فعلا بعد وفاه سيدنا محمد. الكرسي الموضوع مش دين، الموضوع وحتى ما زال موضوع الكرسي. حتى هنا مثلا في مصر القرار السياسي قبل اي رئيس ما ياخد قرار بيبص على الكرسي، هل القرار ده هيهز كرسيه ولا هيثبت كرسيه؟ لو هيثبت كرسيه ياخده، لو هيهز كرسيه لا ما ياخدوش. فهي المشكله برضو من قديم الزمان من بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله الى وقتنا هذا هي الكرسي. استاذ خيرية، اهل البيت غيروا في سلوكك ازاي؟ اكيد الواحد قبل ما يخش مذهب اهل البيت كان حاجه، ولما دخل مذهب اهل البيت بقى حاجه تانية. يعني انا عن نفسي بكل حلقه بقولها، انا لما دخلت مذهب اهل البيت اتعلمت الادب. يعني انا بقول اهل البيت هم وزاره التربيه والتعليم. لا كمان هم بيثبتوا الايمان. يعني لولا مذهب آل البيت ما كنت امنت بالاسلام. فمذهب آل البيت رسخ فيا الاسلام، فبقت نفسي هاديه ومطمئنه ان هو ده الدين الحق. الأول كان عندي شك كبير، وكان في أسئلة كتيرة جدا من كل اللي حواليا. فعلا صح، يعني فعلا عندهم حق اللي بيقولوا يعني ما يحكى عن رسول الله وما يقال في البخاري وما يقال في المذاهب ال4 في حاجات خطيرة جدا ما ينفعش تبقى في الإسلام. فبعد اعتناقي مذهب آل البيت أنا حسيت إني بقيت مسلمة وصدقت الإسلام، وبقيت نفسي هادية وعندي إجابة لأي حد ملحد يرد عليا. الأول ما كانتش عندي إجابة لأي حد غير مسلم، بقى عندي الإجابة اللي بتقنعه هو وغير مسلم بالإسلام. أستاذ خيرية، احكي لنا كده، احكي مشاهدي قناة النعيم مظاهر حب المصريين. يعني المصريين كلهم بيحبوا أهل البيت، الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة. احكي لنا كده مظاهر حبنا كمصريين عند مولد الإمام الحسين ومولد السيدة زينب.
احنا هنعرف ده، نطلع فاصل وبعد كده نيجي نرجع لك تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل صغير وبعد كده نرجع نكمل مع الأستاذة النعيم مع الأستاذة خيرية سمير عشان نستكمل وتقول لنا السؤال اللي أنا قلته قبل الفاصل. مظاهر حب المصريين والأستاذة خيرية عند مقام الإمام الحسين ومولد الإمام الحسين بتبقى عاملة ازاي؟ احكي لنا كده واحكي لمشاهدي قناة النعيم، يعني المصريين بيبقى عاملين ازاي في مولد الإمام الحسين والسيدة زينب رضوان الله عليهم؟ هو اللي أنا عايزة أقوله إن دايما زي ما بيقال على المصريين سنيين المذهب وشيعيين الهوى. يعني لا تجد مصري ما بيروحش لما يكون عنده مشكلة ما بيروحش يصلي ركعتين ويرى الفاتحة للإمام الحسين حتى من غير ذكرى مولده أو ذكرى وفاته. لا تجد مصري ما بيكونش عنده حاسس إن عنده ضيق في نفسه وما يروحش مقام الحسين أو مقام ستنا زينب ويقرأ لها الفاتحة ويصلي ركعتين في المقام أو الإمام الحسين. ما تلاقيش مصري بيحب يعمل عقد قرانه إلا مثلا في مسجد السيدة نفيسة. فالمصريين بطبيعتهم هم شعب محب لآل البيت. وطبعا لو رجعنا بالتاريخ هنلاقي ان ستنا زينب يعني بعد مظلومية كربلاء وبعد هي طلبت ان هي تيجي مصر والمصريين استقبلوها، يعني قطعة من الرسول وصلت لمصر وكانوا المصريين كلهم بيتباركوا بيها. الجينات الوراثية المصرية جينات عاشقة لآل البيت. ولا ننسى ان المصريين وقت الدولة الفاطمية كانت مصر كلها شيعة، فالمصريين في أساسهم شيعة. ويعني ابتدت السياسة تدخل وابتدوا يغيروا المفهوم ويغيروا المفاهيم ويغيروا، لكن حب آل البيت موجود. إحساسهم بأنه آل البيت هم طوق النجاة دايما موجود عندهم. أنا في مرة كنت في مسجد الإمام الحسين ولقيت واحد جايب ابنه مريض، يعني واحد جاي من الصعيد ما يعني جاهل بأمور الدين، بس هو جاي على فطرته بأمور الدين والسياسة واللي هو جاي على فطرته، جايب ابنه وبيقول للإمام الحسين أنا جبت لك ابني مريض اتصرف. هو حاسس إنه فرجه عند الإمام الحسين. فالشعب المصري اللي على سجيته واللي بطبيعته من غير أي تلوث هو شعب محب لآل البيت بشكل غير عادي. يعني كل الشعب المصري، مش هقول بعض المصريين، لا تجد مصري ما بيحاولش يقضي حاجته إلا ويروح لأي حد من أئمة آل البيت يدعي عندهم في مقاماتهم. يعني حتى المسيحيين كمان كتير جدا. أصل المسيحيين هم عندهم كتير، المسيحيين بالذات كمان عندهم فكرة الوسيط اللي بيننا وبين ربنا. يعني هم مؤمنين بفكرة ان العذراء بتحل مشاكلهم، مؤمنين بفكرة ان سيدنا عيسى فهم لما بيلاقوا المصريين بيروحوا عند الأئمة دول بيبقوا مقدرين وعارفين كويس قوي ان الإمام الحسين وستنا زينب تحديدا هم حد ممكن تبقى واسطة بيني وبين ربنا، نفس الحالة اللي موجودة عندهم. زي ما احنا عارفين أعداء أهل البيت كتير، يعني من قديم الأزل لحد دلوقتي أهل البيت ومحبين أهل البيت بيتحاربوا. إمتى هننتصر عليهم؟ هو إن وعد الله حق، فربنا قال في كتابه لينصره على الدين كله لو كره المشركون. الدين الإسلامي هو مذهب آل البيت، وإن وعد الله حق، الدين الإسلامي هينتصر. ولكن مطلوب من آل البيت حاجة، فقه. مذهب آل البيت هو مذهب فقهي، مش عدم احترام عقيدة الآخر. فأنا بتمنى من آل البيت علشان ما حدش من متبعي مذهب آل البيت، علشان ما حدش يمسك أو يقول إنه مذهب آل البيت يعني سب الصحابة. ليس كل الصحابة، هناك صحابة نجباء أخيار. إن لما أجي أظهر أتكلم عن مذهب آل البيت، أتكلم مذهب آل البيت بيقول إيه، كيف ينصف المرأة، كيف ينصف الطفل، كيف ينصف الرجل، يعني الحق في مذهب آل البيت. لكن مذهب آل البيت عمره ما كان إن أنا أمسك، لأن طبعا ربنا له يعني لا هيأمرنا بسب ولا هيأمرنا بلعن. فيعني ان احنا نكون قوم لساننا يكون لما نطلع نحترم الاخر، لان الامام علي نفسه قال ان لم يكن اخ لك في الدين فهو اخ لك نظير لك في الانسانيه. فان احنا نحترم الاخر،
اي رمز او اي معتقد عند الاخر ما نحاولش ان احنا نسيبه هو يحكم، احنا نديله المذهب الصح ونقول التاريخ ونقول الواقع ونسيبه هو يحكم، هو اللي يقول ده كويس وهو اللي يقول ده وحش. مش بالضرورة نقول له فلان اللي انت بتحترمه ده وحش، لا، احنا نقول حصل 1 2 3 4 وله ان يحكم وله له عقل يفكر فيه. ده اللي انا بتمناه علشان مذهب آل البيت ينتصر. لكن هو هينتصر وانس ان حد بيقرا في مذهب آل البيت هيقول ان ده الدين الحق. اي حد يقرا مذهب آل البيت يقول ان هو ده الدين الحق. دورنا ايه؟ ان احنا نوصل الرسالة، ان احنا نقول آل البيت بيقول ايه، كيف ينصف آل البيت الإنسانية، كيف ينصف مذهب آل البيت الإسلام ومن ينتموا إلى الإسلام. محب أهل البيت في مصر ما أكترهم، يعني حتى بعد ثورة 25 يناير وبعد ما الإخوان مسكوا اتجهوا المصريين لمذهب أهل البيت، شافوا الحق وشافوا الحقيقة. إزاي إحنا كمصريين ومحبين أهل البيت سواء سنة أو شيعة نقدر نتجمع على راية أهل البيت وراية محمد وآل محمد؟ عندما لا أنفر الآخر، يعني من يدعو إلى مذهب آل البيت لا ينفر أي أحد من مذهب آل البيت، وما ينفر أي أحد من مذهب آل البيت هو السب واللعن والشتم. أتمنى على كل الذين يدعوا إلى مذهب آل البيت أن يبتعدوا على لعن أي رمز من الرموز حتى لو كان أخطأ. نحكي الخطيئة ولنترك الأمامنا هو اللي يقرر إذا كان هذا الشخص سيء أم غير سيء. لكن الدعوة، يعني لما حتى ربنا بعت موسى لفرعون قال له وقل له قولا لينا، فدايما القول اللين هو ده دورنا كمحبين وكموالين لآل البيت، ان احنا ننشره زي ما ربنا قال لرسول ولا تكن فظا غليظ القلب ينفضوا من حولك. هو ده كل اللي انا بتمناه على كل اللي بيدعوا المذهب آل البيت. مشاكل محبين أهل البيت في مصر، حضرتك كموالية أو كمحبة في مشاكل ليكم، متضايقات أمنية، بتمارسوا الشعائر ولا ده صعب؟ يعني الدين الحق بيقول إن أنا ما شزش عن اللي موجود. ما ينفعش أكون في مجتمع مثلا بيصلي مثلا الصلاة 5 أوقات وانا اصليها 3 اوقات. هي 5 صلوات، بعض الشيعة بيصلوها 3، وهي يجوز هذا ويجوز هذا في المجتمع. ان دايما الواحد يتبع المجتمع اللي هو فيه. لو انا في مجتمع بيصلوا في 3 اوقات اصلي 3 اوقات، لو انا في مجتمع بيصلي 5 اوقات مفيش داعي ابدا ان انا اكون شاذة او اشذ او انشر الفرقه، لانه الدين بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، وان الذين فرقوا دينهم بينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فما فيش داعي ان احنا دايما نحاول نقرب، ندور على نقاط اللي تقربنا من بعض ونقربها. ما فيش داعي ان احنا نعمل حاجه تشذ، لان احنا بالنهايه مسلمين. فما فيش داعي ان احنا نعمل حاجه تشذ توضح ان دول مسلمين ليهم شكل ودول مسلمين ليهم شكل. كلنا مسلمين. حتى انا عاتبت على بعض الشيعة اللي راحوا في لجنه ال50 بيقولوا احنا عايزين نحط في الدستور، عايزين نحط حاجه تخص الشيعة. لا، مفيش حاجه اسمها كده، احنا مسلمين. عجبني يعني بمناسبة موضوع لجنة ال50، عجبني السيد عمرو موسى لما كان المذيعة بتسأله بتقول له والمادة عن الحريات وعن الشيعة والبهائية، رد جميل قوي. قال لهم الشيعة مسلمين، لهم وعليهم ما عليهم. قالت لهم والبهائية، قال لهم البهائية مش ديانة نازلة، مش ديانة سماوية. قال لهم لا، قال لهم أقرب ناس لينا هم الشيعة لأنهم مسلمين. فأنا ضد إن حد يقول حقوق الشيعة في مصر. لا، الشيعة مسلمين، حقوق المسلمين في مصر. فما في ده مذهب من 5 مذاهب بتدرس في مصر. من شاء فليتجه إلى هذا، يعني اللي عايز يركب سفينة النجاة يركبها، ده موضوعه. لكن بالنهاية احنا كلنا مسلمين. فما فيش داعي ان احنا نفرق نقول ان الشيعة أقلية والسنة أكثرية.